السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ناس كتير يا جماعة بتسألني عن أسعار الحمام النمساوي أو الحمام الجاكوين، وهل الحمام النمساوي أسعاره تشبه بعضها، وهل الألوان بتفرق في السعر؟ بص، هو بالنسبة لغوات الحمام النمساوي وهنتكلم بالأخص في مصر. مصر يا جماعة هي عامة احنا بنفضل ألوان الفواتح، بنفضل الفواتح. تمام. لكن لو فرد حمام غامق ومستواه ستاندر ونمرة واحد، ده الناس بتحب تقتنيه، بالذات جوات الباب يعني. زي مثلا فرد الاسود اللي قدامك ده مستوى قوي بدبل الكويت. تمام. سعره رخيص ولا غالي؟ لا، سعره غالي. تمام. طب بالنسبه للحمام الابيض ده مستواه مش نمره واحد، ده مستواه عادي، يعني اللي هو متوسط عادي، فسعره بيبقى في متناول الجميع. طيب يا ابو هاجر، هو اسعار الحمام الجاكوين بتبدا من كام؟ ممكن تلاقي جوز حمام جاكوين ثمنه 1000 جنيه، ممكن تلاقي جوز حمام جاكوين ثمنه 20000 جنيه. طب ايه اللي بيفرق؟ قلنا في حمام جاكوين بيوت قديمه، في حمام جاكوين ستاندر. البيوت القديمه احنا في مصر ما بنبقاش نفضلها، احنا بنفضل الحمام الستاندر اللي هو دماغه شبه اللمبه، شبه اللمبه الصفراء بتاعت زمان دي يا جماعه. تمام. فديت الغواب بيفضلوها، ده الشغل الجديد. تمام. فعشان كده دايما احنا بنجيب من الخليج، دايما بنجيب من الخليج. تمام. لان هم وصلوا لمستوى قوي، وفي غواة في مصر ما شاء الله استوردوا حاجات من البحرين، وحاجات من قطر، وحاجات من السعوديه. مستوى ما شاء الله لا قوه الا بالله. تمام كده. فدايما لما تيجي عاوز الكمال لازم تدفع. لان في ناس تقول لي انا يا عم انا بكلم فلان الفلاني ده على جوز حمام جاكوين او نمس، لقيته بيقول لي الزغلولين بيبداوا من اول 3000 جنيه وانت طالع. ايوه يا باشا، هو تعب في المستوى لحد ما وصل له. فدايما لما تعوز توصل للكمال، تقل جيبك وانت رايح. تمام كده. لكن لو انت عاوز تخش في جاكوين، لا، في زغاليل جاكوين ب 700 جنيه، في زغاليل ب 800. لو انت لسه بتبتدي انا انصحك تبتدي بجوز على قد حاله، يعني جوز مستوى متوسط. تمام.